السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا احنا في موسم التوم، كل سنة وانتم طيبين. هنفرز التوم وهنعمل كمان توم باودر بطريقة سهلة وبسيطة. انا هنا كده معايا القشرة الداخلية للتوم اللي هي بتبقى نضيفة من جوه دي، وبتبقى طرية شوية. باخدها كلها كده وبعدين هحطها في صاج في الفرن لمدة 10 دقايق. بكون مولعة الفرن من قبله وبطفي عليه الفرن وبسيبه يبرد جوه الفرن، وبعد كده هطلعه واقول لكم هعمل معاه ايه. هنا بقى ده التوم اللي انا مفصصاه كده، هاخده على الكبة على طول. هحط معاه معلقة خل ومعلقة ملح وهضربه وانعمه كويس قوي. لو عجبكم الفيديو لايك وشير كتير، واشتراك في قناتي مطبخ شامة حلو وحادق، وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني. هخلص كده كل الكمية اللي انا عملتها، وبعد كده هكون محضرة معايا اكياس اللي هي بتاعت خزين المطبخ. هحط فيها بقى على قد ايه استخدامي، بس في نفس الوقت هحط قطع حبة صغيرين بس كده علشان خاطر اعرف افردها، وعلشان خاطر تبقى رقيقة معايا ما تبقاش سميكة، واعرف اقطعها لما اطلع الكيس من الفريزر. اخد على قد ما انا عايزة بس علشان خاطر الكيس ما يفكش ويرجع تاني ايه يجمد فالتوم يبوظ. دي اهم حاجة. بص انا بعمله طبقة رقيقة كده، وبعدين هقفل الكيس بالطريقة دي، وهرص بقى كده الاكياس فوق بعضها وادخلهم الديب فريزر او الفريزر عندك. ممكن تحطيهم جوه كيس تاني، بس انا بصراحة بعملهم كده ما بيعملوش اي ريحة عندي في الفريزر خالص، لان انا بدخلهم الديب فريزر انا عامله لهم درج لوحده، فبدخلهم وبحطهم فيه ما بيعملوش اي ريحة في اي حتة يعني، ما بيأثروش على باقي الديب فريزر. بس ممكن لو انت خايفة حطيهم في قلب كيس ودخليهم الفريزر عادي، يعني حطي مثلا كل كام كيس كده في كيس. بعد كده كان التوم البودر معايا خلاص خلص، اتحمص معايا في الفرن وسبته لما الفرن برد خالص، وبعدين طلعته زي ما انتم شايفين كده، وهطحنه بقى كده في المطحنة بتاعة الخلاط. هيديني لازم انعمه بقى خالص كده وهيبقى معايا ناعم جدا. التوم ده برضو بيقعد معايا من السنة للسنة، طبعا هو اقوى من اللي احنا بنشتريه من الشارع بكتير، وطعمه وريحته بيبقى احلى، وكفاية ان احنا عاملينه في البيت يعني. لازم تدبري كده وتوفري وتعملي حاجات جميلة في بيتك عشان تقدري تعملي بيها كل اللي انت عايزاه. يا رب الفيديو يعجبكم وتقولي لي رأيكم في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.